خالص، عندها أسلوبها الخاص وطريقتها اللي بتخليها قوية وبتلمع وبتوصل كهرباء. والسر في الإلكترونز. تعالوا نعرف مع بعض The Secret of Metals. أنا آية عفيفي مدرسة ساينس، والنهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الجزء الثاني من الدرس الأول سنة أولى إعدادي. بنتكلم على الميتاليك بوند. دلوقتي احنا متفقين ان الميتالز دي عبارة عن elements اخر انرجي ليفل فيها بيحتوي على الكترونز عددها اقل من 4، يا 1 يا 2 يا 3. اوكي، طيب دلوقتي المفروض ان هي زيها زي اي element بيكون فيه البروتونز وفيه الالكترونز. تمام، البروتونز بتكون positively charged والالكترونز بتكون negatively charged. تمام، انا هنا دلوقتي عندنا البوزيتيفلي charged ions دي بيكون اسمها الكاتاين. اسمها كاتاين. البوزيتيف تشارج اللي موجوده في الاين ده بيكون اسمها كاتاين. تمام، طيب احنا دلوقتي عندنا الكاتاين. احنا اتفقنا ان الميتال عنده القدره انه يعمل لوزنج للالكترون وبيتحول لبوزيتيف اين. البوزيتيف اين اسمها ايه؟ اسمها كاتاين. طيب الكاتاين دي بتكون surrounded by electrons، يعني هي الكاتاين دي اللي هي البوزيتيف. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره كده. الكاتاين اللي هي البوزيتيف بيكون حواليها في الالكترونز. الالكترونز دي اللي هي المفروض النيجاتيف. واحنا متفقين ان لما يكون عندي difference in charge بيحصل attraction بين ال different charges، ولما بيكون في similar charge بيحصل بينهم repulsion. فانا عندي هنا positive مع negative، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هل هيحصل attraction بينهم ولا repulsion؟ طبعا هيحصل attraction لاختلاف مين؟ لاختلاف الشحنة بينهم. يبقى انا دلوقتي عندي الميتال اتحول لاين لانه عمل لوز لالكترون، فتحول لبوزيتيف اين اسمه كاتاين. الكاتاين ده سراوندد بالالكترونز، حواليه الكترونز. الالكترونز اللي حواليه دي بتكون نيجاتيف وهو كاتاين بوزيتيف، فبالتالي بيحصل بينهم اتراكشن فورس. الاتراكشن فورس دي هي اللي بتديني الميتاليك بوند. يبقى انا دلوقتي لو جيت اتكلمت على الميتاليك بوند as a definition، عبارة عن ايه بقى؟ the attraction force between the positive metal ion اللي هي الكاتاين and the negative valence electron، يعني الالكترونز اللي بتبقى موجودة حوالين الكاتاينز دي. يبقى الفورس اللي بتنشأ بين البوزيتيف كاتاين والنيجاتيف الكترونز اللي موجود حواليها. طيب كل ما عدد الالكترونز زادت يبقى عدد النيجاتيف تشارج زادت، يبقى ده هيستفز البروتونز اكتر ويبتدي يحصل بينهم اتراكشن جامد، فيزيد مين؟ هيزيد الهاردنس. احنا متفقين من وقت ما كنا بناخد الستيتس اوف ماتر في قلنا السوليد والليكويد والجاز. السوليد المسافات بينها وبين بعضها بتكون صغيره، يبقى انا دلوقتي مسافاتها بتبقى صغيره امتى؟ لما تبقى الفورس بينها وبين بعض كبيره. يبقى كل ما زودت الفورس، كل ما زودت الاتراكشن فورس، المسافه هتقل. يعني تخيل كده انت بتلعب مع اخوك الصغير ومسكته شديته، فلما هتشده شدته جامد فالمسافه بينكم قربت. طب لو سبته المسافه بينكم بتزيد، بتبعد. تمام، طيب يبقى انا دلوقتي كل ما حصل اتراكشن فورس اكتر كل ما المسافه ايه؟ قلت. ما يحصل اتراكشن فورس اكتر يبقى المسافه هتقل، يبقى الهاردنس اللي هي قوه او درجه الصلابه هتزيد. طب انا بعدت المسافه يبقى الفورس هتقل ويبقى الهاردنس بتاعي هيقل، لان انا كده هبتدي ادخل في الستيت التانية اللي هي الليكويد. طيب بعدت المسافه يبقى هدخل في الستيت اللي بعدها اللي هي مين؟ اللي هي الجاز. يبقى كل ما المسافه زادت كل ما الانتر مولكيولار فورسز او الاتراكشن فورسز بتقل، وبالتالي بتتغير الماتر من ستيت للتاني. نرجع لكلامنا هنا تاني. احنا اتفقنا ان البوند اللي بتنشأ نتيجه لوجود الكاتاينز حواليها النيجاتيف تشارجز دي اسمها ميتاليك بوند، وهي attraction force between the positive metal ion and the negative valence electrons. اوكي، طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان الميتاليك بوند دي بتبقى responsible for the hardness، مسؤولة عن درجة الصلابة بتاعة الاليمنت، مسؤولة عن الهاي ميلتنج بوينت لان انا حولتها لسوليد، وطالما حولتها لسوليد وهو ميتال فالهاردنس بتاعتها هتبقى اعلى نتيجة لان الفورس اللي احنا اتفقنا عليها زادت. اوكي، طيب نيجي بعد كده قلنا زادت كده فهتزيد الميتاليك بوند، وبالتالي هتبقى الميتال اقوى من اي ميتال تاني، والميلتنج بوينت بتاعته هتبقى ايه؟ اعلى. طيب خلينا دلوقتي نبص على المثال اللي عندنا ده. عندنا 3 element، ال3 element اللي هي الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم. الصوديوم دلوقتي دي المسافات اللي بتبقى موجوده بينهم وبين بعض، وفي عدد الالكترونز اللي موجود. اوكي، طيب انا هنا دلوقتي عدد الالكترونز هنا، نركز على عدد الالكترونز هنا تمام، عرفنا. نبص على هنا هنلاحظ ان الالكترونز في هنا
اقل الالكترونز في الصوديوم اقل من المغنيسيوم، في الصوديوم اقل من المغنيسيوم. واحنا اتفقنا فوق وقلنا لما ازود عدد الالكترون فانا بستفز البروتون، زودت الكترون فبستفز البروتون. يعني مثلا لو انا عندي 2 بيتخانقوا، واحد قال لك للتاني كلمه استفزته، هيعمل فيه ايه؟ هيتخانق معاه اكتر، هيتعصب. تمام؟ فهو لو التاني سكت خلاص الامور تمام، لكن لو زود في الكلام اللي قدامه هيتعصب والمشكله هتزيد. هي دي نفس الفكره، لما يبقى عدد الالكترونز عندي ازيد يبقى بالتالي هيحصل اتراكشن فورس اكتر، ولما يحصل اتراكشن فورس اكتر يبقى الهاردنس بتاعتي هتزيد. اوكي؟ طيب تعالوا نبص بقى ونقارن بين المغنيسيوم والالومنيوم. انا عندي المغنيسيوم فيه الكترونز والالومنيوم فيه الكترونز، بس انا لاحظت ان الالومنيوم هنا فيه الكترونز اكتر من المغنيسيوم. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان السترينث بتاع الميتاليك بوند هنا اقوى من هنا، وهنا اقوى من هنا. يبقى الالومنيوم اقوى من المغنيسيوم والمغنيسيوم اقوى من الصوديوم، وده نتيجه لمين؟ لزياده عدد الالكترونز اللي موجوده حوالين الكاتاين. وقلنا تاني الكاتاين يعني ايه؟ الكاتاين دي اللي هي البوزيتيف اين. البوزيتيف اين احنا طبعا خدنا، كل شويه بتلاقي نفسك عندك يعني في معلومات موجوده وبنزود عليها حاجه بسيطه. يعني خدنا الترم اللي فات الميتال لما بتعمل لوز الالكترون اسمها بوزيتيف اين، دلوقتي اخدنا ان البوزيتيف اين ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه كاتاين. طيب الجزء الثاني من الدرس بيتكلم على الالويز. انا عايزه اسال سؤال، لو انا دلوقتي جبت عايزه اكل فول، ورحت عند مطعم فول الطعميه وطلبت فول، وجبت الراجل جاب لي فول من القدره، ماشي، وجعانه جدا عايزه اكله، هل هينفع اكله بحالته دي؟ لا، نحط بقى شويه الحاجات الحلوه بتاعتنا، شويه زيت، ليمون، كمون، وملح، ويا سلام لو شويه شطه، ويا بقى لو حبه طحينه، وتبص تلاقي كل اضافه انت بتضيفها بتودي الطعم في حته تانية خالص. اللي انا بقوله دلوقتي جوعكم انا عارفه وانا كمان، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الالويز. نرجع تاني لدرسنا. الالويز دي هي بالظبط فكره، نفس فكره طبق الفول بس بالاضافات مش من غير. انا دلوقتي كل اليمنت عندي ليه كاركتر خاصه بيه، ماشي، فبالتالي انا عايزه استخدمه في حاجه، الحاجه استخدامي للحاجه دي هيبقى مش مناسب. زي مثلا لو عايزه اجيب الذهب بيكون طري، طب انا عايزه اعمل منه الجوريز. لو انا دلوقتي خبطت وانا بتكلم كده على الترابيزه هيحصل ايه؟ لو انا اللي انا ماسكاه دهب بيور هيتكسر طبعا. ليه؟ لان هو طري. طب انا محتاجه اعمل منه الجوريز، واللي دي حاجه احنا بنستخدمها على طول ولازم تكون قويه علشان تقاوم الكسر او ما يحصلهاش اي حاجه. نبتدي نضيف عليها الاضافات اللي ضفناها زي ما عملنا على طبق الفول كده بالظبط. ليه؟ عشان نحسن من البروبرتيز بتاعتها، عشان نخليها افضل في الاستخدام. فهي دي فكره الالوي. يبقى الالوي دي عباره عن ايه؟ mixture of elements. mixture of elements. تمام؟ يبقى انا عندي elements او metals، الميتالز ديت عامله لهم melting مع بعض، اكتر من element عملت لهم عمليه انصهار، سيحتهم مع بعض. يبقى عندي مجموعه من الاليمنتس سيحتها مع بعضها ادتني الالوي. طيب المثال اللي احنا علينا دراسته اسمه البرونز الوي. البرونز الوي دي عباره عن ايه؟ سبيكه البرونز دي اللي هي بيتعمل منها التماثيل، ماشي، دي بتبقى عباره عن 95% منها كابر و5% منها التان اللي هو القصدير. طيب احنا ضفنا ليه التان على الكابر؟ علشان التان بيدي properties مهمة جدا للكابر، ان هي تقاوم الراستنج عشان ما يحصلهاش صدأ سريع. يبقى it characterized by being harder than the copper، بتبقى اقوى من الكابر. مش بس كده، ده كمان بتقاوم and resistant to the rusting اللي هي doesn't rust، ما بتخليهاش تصدي. طب بتستخدم في ايه بقى البرونز الوي دي؟ دي بتبقى من الالويز المهمه جدا اللي بتعمل منها الجولريز، الميدلز، والستيتشز. طيب according to the life application، دي حاجات كويسه جدا احنا اتعلمناها، بس هما بقى الناس استفادوا بيها بايه؟ اول حاجه عملوا حاجه اسمها الميتال ريسايكلينج. ميتال ريسايكلينج يعني ريسايكل دي يعني ان انا اعيد استخدام الحاجه تاني. انا بتكلم دلوقتي بصفه عامه، ما اتكلمش عن الميتال، بتكلم على الريسايكل. بدي انا بعيد استخدام الحاجه تاني. طيب لما هعيد استخدام الحاجه تاني يبقى انا حافظت على البيئه وما عملتش يعني ما ضرتش بيها باي شكل كان. يبقى الريسايكلينج دي عباره عن ايه؟ the process of conversion of the wastes into new usable substance. يعني انا بحول البقايا اللي انا مش محتاجاها او الفضلات اللي انا مش محتاجاها
usable substance لمواد تانية أقدر أستخدمها. طيب ده اللي بيقول لي إن الميتالز دي زي الكابر والألمنيوم والأيرون are recycling لأسباب كتير جدا. يعني بيستخدموا الحديد والنحاس والألومنيوم بيعملوهم ريسايكلينج ليه بقى؟ أول حاجة decreasing their abundance, difficulty of extracting them from their ores عشان صعب جدا إن احنا نقدر نستخرجهم تاني. الحاجة التالتة the lower cost of recycling them compared to extracting them. يعني هو دلوقتي هيبتدي يصرف فلوس كتير جدا علشان إن هو يستخرجهم من الأرض، بس في المقابل لو جينا بصينا لو عملنا ريسايكلينج ليهم لا طبعا الفلوس التكلفة هتبقى أقل، فبالتالي بيلجأوا لعملية الريسايكلينج مش إن هم يستخرجوها من الأرض. يبقى دلوقتي تاني نسبة وجودهم في الإيرث كراست بتكون قليلة. الحاجة التانية صعوبة استخراجهم. الحاجة التالتة التكلفة العالية لاستخراجهم واللي بتكون أعلى بكتير من تكلفة الريسايكلينج، فبالتالي بيلجأوا للريسايكلينج. معلوماتك عن الميتالز كانت ايه قبل الفيديو؟ لو حسيت انك اكتشفت حاجة جديدة فدي مجرد بداية، لان الساينس مش بس حفظ، الساينس تجربة، الساينس متعة. فلو عاوز تكمل الرحلة دوس لايك واشترك معانا وما تنساش تفعل الجرس عشان اللي جاي اقوى. سلام.